طبعا هذه مجموعة من الأدوات اللي يتم فيها غسيل الكعبة المشرفة من الداخل. طبعا هذا ماء الورد الخالص المركز يتم مزجه مع الطيب في غسيل الكعبة المشرفة. وهنا العود المركز يتم خلطه مع الورد المركز وماء زمزم. بعد خلط المزيج يبدأ توزيعه في هذه الأواني النحاسية لتجهيزها لدخول الكعبة المشرفة. بعد ما خلطوا الورد والعود والورد المركز يبدون يوزعونه في الأواني هذه عشان تدخل الكعبة بسهولة. في هذه العربة تنقل كافة هذه الأدوات لصحن المطاف، تكون موجودة جنب سلم الكعبة عشان تسهل عليهم الدخول. هذه المناشف يتم توزيعها على الزوار اللي يدخلوا الكعبة ويغسلوا الكعبة. بالطريقة هذه يغمسوها في المخلوط ويحطوها على جدار الكعبة. بعد ما يخلصوا من غمسها ينشفوها كويس يبدأوا يغسلون بها جدران الكعبة من الداخل، كل اللي يدخلوا الكعبة من الزوار. هذه إعادة لعملية تبليل القطع اللي موجودة. طبعا هذه هي العربة اللي يتم من خلالها نقل أدوات الغسيل لصحن المطاف عشان يسهل على إدارة النظافة وحملها. طبعا هذه هي العصا المستخدمة ضمن الأدوات اللي حتكون في الكعبة المشرفة وقت غسيلها. وبكذا يتم تجهيز العربة اللي حتشيل أدوات غسيل الكعبة وتوديها صحن المطاف من الآن عشان بعد الفجر على طول يودوها المطاف. هذا عطر العود، وهذا عطر الورد، وهذا عطر الورد المركز، وهذا المزيج اللي تم من هذه كلها. أنا نفسي أقول لكم يعني جمال الريحة اللي صراحة قاعد أشمها الآن. الله يكتب أجرهم إن شاء الله. تم تجهيز العربة وبعد الفجر إن شاء الله راح تنزل صحن المطاف بهذه الوضعية. الآن نزلنا لصحن المطاف، بعد شوية حيكون فيه غسيل لباب الكعبة المشرفة. هنستخدم هذه الرافعة لغسيل الباب. آلية رفع ستارة باب الكعبة المشرفة من قبل خياطين مصنع الكسوة استعدادا لغسيل باب الكعبة. تثبيت ستارة باب الكعبة من الأعلى. طبعا هذا تثبيت ستارة باب الكعبة، طبعا تثبيت مؤقت لين الانتهاء من غسيل الكعبة، بعدين يرجع يسدل مرة أخرى. اللوحة اللي موجودة أعلى باب الكعبة مكتوب: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. معنا العم فهد الجابري من خياطين مصنع كسوة الكعبة، 23 سنة في صناعة وحياك الثوب الكعبة. الله يطول عمرك ويعطيك العافية. صنعت عن طريق أحمد إبراهيم بدر في مكة المكرمة عام 1417. الآن بعد ما رفعوا ستارة باب الكعبة حيتم غسيل باب الكعبة إن شاء الله من الأعلى إلى الأسفل. وهنا غسيل مقام إبراهيم تزامنا مع غسيل باب الكعبة المشرفة استعدادا للغسيل بكرة من الداخل للكعبة إن شاء الله. هنا غسيل باب الكعبة بدأوا من فوق وحينتهوا إلين تحت إن شاء الله، لين هنا.